مش لابسه مايو بكيني ليه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ هو انت ما عندكش جي كلاس ولا طياره خاصه؟ ده انت انسان فاشل قوي. هو انت ليه تخينه كده ومش رفيعه؟ انت ازاي يا ابني وعندكش عضلات ومجانس وترابيس وسكس باكس يا حبيبي؟ ايه ده؟ هو انت محجبه؟ يا حاجه وحشه قوي. هو انت ما بتسافرش اوروبا وامريكا وتتفسح وتدفع ملايين الدولارات ليه؟ هو انت ليه ما بتتصوريش مع جوزك وبتكتبي عليه بالانجليزي ماي باك بون ماي هافي دافي ماي لافي دافي ماي مش عارف ايه فروم ذا مون اند باك اند ماي باك بون؟ هي لازم تكتب بالانجليزي. ايه ده؟ هو انت لسه بتتكلمي باللغه العربيه؟ فلاحة جدا. النهارده يا جماعه هنتكلم على السوشيال زفت ميديا وايه ايه المزايا وايه اضرار السوشيال ميديا. طبعا هي السوشيال ميديا ليها مزايا كتيره جدا بس ليها عيوب زي الزفت وكلنا لمسينها في حياتنا. وبصراحه الفتره اللي احنا بنعيش فيها دي فترة أنيقة جدا جدا، مفيش أنيق من كده والله العظيم. فعلا الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي دي مفيش أنيق من كده والله. محدش فينا ينكر ان السوشيال ميديا ليها مزايا جامده قوي قوي قوي. انك اول حاجه بتتواصل مع الناس، يعني انا تواصلت مع الناس اللي كانوا معايا في ايام المدرسه، ناس كنت اعرفهم من 30 40 سنه دورت عليهم ولقيتهم، ناس في المدرسه الابتدائيه، ناس كانوا معايا في الجامعه. بعرف اتواصل مع اخواتي اللي عايشين بره مصر مثلا، نتكلم مع بعض صوت وصوره ونطمن على بعض والكلام ده كله. في نفس الوقت محدش فينا يقدر ينكر ان هو السوشيال ميديا وسيله لانتقال الاخبار في ثانيه. يعني الخبر ممكن يجي لك قبل ما يحصل، يعني اسرع بكتير من الطرق القديمه بتاعت زمان، من خلال مثلا نشرات الاخبار او حتى من خلال الجرايد اللي كنا بنقراها زمان يعني. ولكن ما حدش فينا يقدر ينكر ان السوشيال ميديا تاثيراتها السلبيه اكتر بكتير من تاثيراتها الايجابيه، وبالذات على حته، يعني وبالذات في الحته بتاعت العلاقات الاجتماعيه. ليه السوشيال ميديا بتاخد وقت كتير جدا من حياتنا؟ ليه دلوقتي بقى في ناس عندهم حالة من إدمان السوشيال ميديا؟ هل الموضوع ده عشوائي بحت ولا فراغ ولا هو الموضوع مقصود؟ لا، الموضوع مقصود. طيب تعالوا ناخد مثل بسيط. بنت هتحط صورة ليها على السوشيال ميديا، تمام؟ أول ما بتنزل الصورة على السوشيال ميديا إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن الناس بتتفاعل مع البوست ده من خلال لايكات، كومنتات، شير، او حتى كمان ناس تبعت لها في الدي ام او تبعت لها في الانبوكس في الخاص، يعني زي ما بنقول كده. ده بيعمل عند البنت ايه؟ بيبدا جسمها يفرز هرمونات. ايه الهرمونات اللي بتتفرز دي؟ هرمون اسمه الدوبامين، وفي هرمونات تانية بقى اسمها الاندورفينز بقى والانكيفالين، يعني في مجموعه من الهرمونات كده بتتفرز، بنسميها بكل بساطه اسمها هرمونات السعاده. ايه اللي بيحصل؟ البنت نزلت الصوره، الناس قال لها الله صورتك حلوه، الله يا مزه، ايه يا جميله، ايه يا حلوه، ايه يا قطه، ايه يا بطه، ايه يا كلام الحلو الجميل بتاع الرجاله السمبات يعني، او الرجاله ماشي، ما علينا. طيب الهرمون السعاده ده البنت اول ما بتبدا تحس بيه بتحس بفرح وسعاده جامده قوي. كويس. طيب يوم يومين هي عايزه تحس بالرضا عن نفسها تاني، عايز تحس بالقناعه الذاتيه او الرضا عن الذات. تعمل ايه بقى؟ تنزل صوره تانية. طب الصوره التانية لما تبدا تنزلها ايه اللي بيحصل؟ اللايكات بتقل شويه. ايه اللي هي تبدا تحس بيه؟ تحس تقول لك ايه ده؟ هو انا الناس بطلت تحبني؟ هو انا ما بقتش حلوه؟ هو انا مش عارف ايه. تبدا تقلع شويه. على موضوع القلع ده بقى، كان في احدى منصات التواصل الاجتماعي عندهم حاجه اسمها سكين ديتكشن الجوريزم او خوارزميات تتبع الجلد. بكل بساطه هشرحها لك بكل بساطه، يعني ان كل ما كانت نسبه الجلد اللي باينه اكتر كل ما كان يتعمل حاجه اسمها بوش للفيديو او الصوره دي اكتر. الكلام ده انا لما قريته قلت لا يا جماعه مستحيل يكونوا الناس بالطريقه دي. انا جربت فيديو من فيديوهاتي من سنه تقريبا، نزلت فيديو ونزلته هو نفس الفيديو انا كنت طالع فيه لابس بدله زي حالاتي كده دلوقتي، والفيديو اللي بعدها نزلت هو نفس المحتوى نفس كل حاجه، بس مع الفرق ان انا لابس فيه نص كم، نفس المده نفس كل حاجه نفس توقيت الرفع الفيديو. فوجئت ان الفيديو اللي انا عامله بالنص كم الريتش بتاعه كان اضعاف اللي انا عامله بكم. دخلت على منتدى من المنتديات اسمه ريدت، يعني الناس اللي هم اللي بيحبوا الكمبيوتر قوي هيبقوا عارفين المنتدى ده. فدخلت كتبت سكين ديتكشن الجوريزم، فوجئت بكارثه ان كل السوشيال ميديا عارفين الموضوع ده. يعني من الاخر كده البنت كل ما بتقلع اكتر كل ما كان بيتعمل مكافأة ليها ان هم بيزقوا المحتوى ده لاكبر عدد من الناس. تمام. فده بيوضح ليه كميه الفيديوز والريلز اللي هي الخارجه اللي بنبدا نشوفها. ده بالاضافه طبعا اللي في عندنا حاجه اسمها البريفرنس او اللي هو ال ال ال
اجيبها لك ازاي؟ اللي هو فكره المحتوى بتاعك اللي انت بتفضله. يعني انت مثلا لو بتحب القطط والكلاب هتفضل تضغط، هتعمل لايك او تتفرج على فيديو قطط وكلاب، هتلاقي عندك الدنيا كلها قطط وكلاب. بس لو ضغطت على صوره بنت حلوه لابسه مايو، هتلاقي كل من تاني يوم على طول هتلاقي كل الصور والفيديوهات اللي طلع لك صور بنات حلوه وبتاع والكلام ده كله. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا، غلط بكل بساطه. ليه؟ لان نفترض مثلا واحده ست متجوزه، البني ادم الوحيد المفروض هي تحوز على اعجابه هو زوجها فقط. طيب انت متجوزه ومنزله صور او فيديوهات ليكي وانت لابسه فستان او بتاع عشان الرجاله تقول لك الله ايه الجمال ايه الحلاوه دي، غلط صح؟ انا بعتبر ده نوع من انواع الخيانه. يعني انا يعني ما راجعي بقى متخلف ذكوري الجو الضيق ده ما عنديش مشكله، اشتموني زي ما انتوا عايزين يعني. بس انا شايف ان الست اللي بتنزل صوره عشان الرجاله تقول لها الله انت حلوه انت قطه انت بطه انت كلوه انت حلوه انت بطه بنت جميله جميله جميله، الجو الضيق ده كله رخص. انا شايفه ده خيانه، خيانه فعلا يعني. طيب الموضوع ده بس هيقف عند فكره مثلا اللايكات والكومنتات؟ لا، انت متجوزه ناس عملت لك لايك، ده بالاضافه بقى للناس الرجاله اللي هيخشوا لك بقى على الانبوكس، انت ما شاء الله عليكي انت ازاي جميله كده. ده في بقى الشقط الاسلامي ده برضو حاجات من الحاجات الجديده، يعني يقول لها اختاه انت قد كده جميله بس عارفه لو تتحجبي هيبقى شكلك اجمل بكتير يا حبيبي. وانت داخل عندها تعمل ايه؟ بتصلي ركعتين ولا تقرا ربع؟ يعني انت داخل بتعمل ايه يعني؟ المهم، هل الموضوع ده بيقف عند كده بس؟ لا. طيب انت متجوزه واتخانقتي مع جوزك وقفشتوا بقالكم 3 4 ايام ما بتتكلموش مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ هتخشي على البني ادم اللي هو بيقول لك انت حلوه انت بطه وتمشي معاه. يبقى السوشيال ميديا دي سهلت الخيانات بشكل مش طبيعي. انا ما عنديش احصائيات بصراحه، بس انا يعني ازعم ان اكتر من 50% من الخيانات الزياده اللي بقت موجوده دلوقتي دي بسبب السوشيال ميديا. ليه؟ لان الست او الراجل ممكن يبقى نايم في بيتهم ومراته جنبه وبيخون مراته مع واحده هو اتعرف عليها من خلال السوشيال ميديا او شقتها من السوشيال ميديا باللغه بتاعتنا. يعني هل الموضوع ده بالنسبه للستات بس؟ لا، بنتكلم للرجاله كمان. يعني احنا بنتكلم على الكل، يعني احنا بنتكلم على السوشيال ميديا ككل. انت راجل متجوز تعمل ليه لايكات لصور بنات تانية غير مراتك؟ تدخل ليه تتكلم مع ستات تانية غير مراتك؟ لا اصل دي زميلتي في الشغل، اصل دي صديقة طفولة. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. العلاقات خارج اطار الزوجيه غلط تماما تماما تماما. ايه الحاجه التانية اللي بتعملها السوشيال ميديا غلط؟ اول حاجه بتحدد معايير للجمال خاطئه تماما تماما تماما. او دي حاجه بنسميها في علم النفس حاجه اسمها بودي ديسمورفيزم، او فكره ان انت شايف جسمك او شايفه جسمك اقل او وحش او فيه عيوب. ماشي؟ بكل بساطه دلوقتي بنتكلم على السوشيال ميديا والكلام ده كله. معظم البنات الموجودين فيها هتلاقيهم مودلز، الناس بقى اللي هم ما بياكلوش خالص او بعد ما بياكلوا بيرجعوا، وعاملين بقى حاجه بقى اسمها سايز زيرو. يعني ده شوف بقى اللي هو مقاسك صفر. ايه المقاس الصفري ده؟ اللي هي البنت تلاقيها مسلوعه عامله زي العصايه المقشه كده. يعني يقول لك اصل انا سايز زيرو، انا سايز مقاسي اكس سمول، ان دي معايير الجمال. لا، مش دي معايير الجمال، مش دي معايير الجمال. انت برضو لما تيجي تتفرج على السوشيال ميديا بتتفرج على المودلز والكلام ده كله، 90% من المودلز اللي انت شايفهم دول ملعوب فيهم. يعني الولاد هيفهموني اكتر. يعني البنت اللي انت بتتفرج عليها عشان عندها رئه كبيره، ها الرئه دي معموله صناعه يا ريس. عشان الامبوله بتاعتها كبيره معموله صناعه يا ريس. عشان وسطها وجسمها منحوت ومدفوع في العمليات بتاعتها اكتر من وزنها. عشان شعرها طويل، ده مش شعرها يا حبيبي، ده اكستنشن او شعر عيره. يعني شعر عيره دي قديمه، دي اسمها ايه؟ اكستنشن. بيسموه اكستنشن دلوقتي، اللي هو الشعر الصناعي يعني. ماشي؟ الميك اب والفلاتر والحاجات اللي انت بتشوفها دي، ده دي مش مقاييس الجمال الطبيعيه. طيب فكر انك طول النهار قاعد بتتفرج على بنات حلوه، ده بيعمل لك حاجه اسمها انجرام بيبدا يبرمج الخلايا المخ ان دي هو ده الجمال اللي انت عايزه، ان ده مستوى الجمال الحلو، اللي غير كده غير مقبول بيه. فانت لو متجوز واحده محترمه محجبه الكلام ده كله، بس هي مش بالطول بتاع المودلز ده، او شعرها مش ناعم زي دي، او وزنها زايد سنه، فانت اوتوماتيك هتلاقي نفسك قافل منها. يعني السوشيال ميديا بتكرهك في مراتك بشكل غير طبيعي، بتكرهك في مراتك المحترمه المؤدبه ام عيالك بشكل غير مباشر، عشان حاجه موجوده في دماغك مش صح. الممثلين والمغنيين والناس اللي انت بتشوفهم دول، انت لو تعرف بيدفعوا كام على الجمال بتاعهم هتتخض والله.
عمليات تجميل وتكبير وتصغير ونحت وشفط وكوافير ومستحضرات تجميل والوان وبتاع. يعني خد اي واحده من الممثلات ولا المودلز اللي انت بتشوفهم دول وهات كوبايه ميه وادلقها في وشها، هتضيع 80% من جمالها يعني. فكل ده بسبب السوشيال ميديا. وانتي برضو يا حلوه جميله برضو نفس الكلام يا ريس. بالنسبه لك انت الولاد اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا اللي هو عنده عضلات وسكس باكس وفي الجيم 24 ساعه، الناس دي بذله مجهود انت لا تتخيله عشان يوصلوا للجسم ده. نفس الكلام برضو بالنسبه للبنات، ده ممكن مثلا بيكون بيتدرب في الجيم 4 و5 و6 7 ساعات. انت بالنسبه لك في حاجات كتيره جدا بتحدد شكل جسمك، الجينات، طبيعه الاكل، طبيعه شغلك، نومك، اكلك، شربك. يعني انا مثلا ما ينفعش اجي لواحد مثلا موظف بيشتغل 8 10 ساعات في اليوم واجي اقول له لا انزل الجيم 4 5 ساعات تانيين، هيغمى عليه. الجيم عشان تاخد الجسم ده ليها طبيعه معيشه معينه، لازم تاكل عدد اكلات معينه بطريقه معينه، نومك نوم معين. مش كل اللي انت شايفه ده ينفع معاك انت. لو انت مش راكب جي كلاس يبقى انت كده عندك مشكله، لو انت مش راكب طياره خاصه يبقى عندك مشكله. لا يا عم، السوشيال ميديا بتوصل الناس لمرحله من عدم القناعه بحياتهم بدرجه مخيفه. بصراحه انا شايف ان السوشيال ميديا هي السبب في عدم القناعه الموجود عند الرجاله والستات دلوقتي. الرجاله مش مرتاحين مع ستاتهم ولا باسلوب حياتهم عشان السوشيال ميديا، والستات نفس الكلام. الستات او الرجاله لما يفتحوا السوشيال ميديا ويلاقوا اصحابهم كلهم رايحين يصيفوا في اماكن بالمئات الالوف او رايحين يسهروا في مطاعم بالالوفات. وحاجه تانية برضو بالنسبه للموضوع، ان الصور اللي بتنزل بقى على السوشيال ميديا ما حدش هينزل صوره وحشه، ماشي؟ يعني البنت لو وزنها زايد شويه ولا مش عارف ايه، او الولد لو وزنه زايد شويه، هيتصور بزاويه معينه، هيجي من الجنب مش عارف ايه، هيلعب باضاءه معينه. البنات هتعمل ايديت للصور بتاعتها، ترفع نفسها شويه بدليل الحيطان بتبقى معوجه من وراهم والكلام ده كله. محدش هينزل صوره وحشه ليه؟ بس هي الفكره كلها انت تنزل صوره ليه؟ يعني انت متجوزه تنزلي صوره ليه؟ تنزلي صوره ليه لنفسك؟ يعني عشان الرجاله التانية تقول لك الله انت جميله؟ ده بيسموه بالانجليزي حاجه اسمها فاليديشن. انت محتاجه فاليديشن من الرجاله اللي مش موجودين عندك. البني ادم الوحيد اللي انت المفروض تحوزي على الفاليديشن منه او التقبل هو زوجك فقط. فكره ان انت لو بتتبسطي ان راجل تاني غير جوزك يجي يقول لك انت جسمك حلو، انت الله ايه الحلاوه، ايه القمر، ايه الحلاوه دي، انت كده بتخوني جوزك. فكره انك تتبسطي ان رجاله غير جوزك يقولوا لك الله انت جسمك حلو، الله الفستان ده حلو، الله شكلك حلو، دي خيانه يا ماما، دي خيانه يا حبيبتي. نفس الكلام بالنسبه للراجل برضو. يعني انت برضو لو منزل صوره والبنات كاتبين لك نفس الكومنت، ما هو نفس يعني اللي بيمشي هنا بيمشي هنا. اصل دي زميلتي في الشغل، اصل ده زميلي ده زميل الطفوله، اصل دي صديقتي من النادي، اصل ده اتربينا سوا. كل الهبل ده مدعاه للخيانات بعد كده. هو ده اللي عامل المشاكل دي كلها. يوم ما جوزك هيتخانق معاكي هتقومي داخله على الدي امز اللي عندك تشوفي اللي كان بيقول لك انت قمر، انت حلوه، انت بطه، انت جميله. يعني نفس الكلام برضو بالنسبه للاخ التاني برضو. ده هتتخانق مع مراتك يوم يومين مش هتتكلموا مع بعض، هتقوم داخل على السوشيال ميديا كده تشوف البنت الاموره الموديل اللي انت بتتكلم معاها، والله وايه بقى، وهتلاقي بقى كلام بقى جميل. يعني انت هنا وهنا، انت يا ابني انت تستاهل يا حبيبي، انا وانت يا حبيبي لو مع بعض انا هخليك اسعد انسان في الدنيا. والناحيه التانيه اتطلقي بس من جوزك وانا هخليكي اسعد انسانه في الدنيا. خيانات، خيانات بس، خيانات بس. وسهوله الوصول لكل الناس التانية دي من خلال السوشيال ميديا دي هي سبب المشكله اللي احنا فيها دلوقتي. تاثير السوشيال ميديا على المراهقات، هنا بقى بتيجي الكارثه. يعني انا في بنت حد من زمايلي يعني اصدقائي، هي بنته عندها 13 سنه 14 سنه، بيبي يعني ما اعرفش، طفله يعني. المهم البنت دي منزله صوره على السوشيال ميديا لابسه فيها بودي ستومك، بتسموها ايه؟ بتسموها انتوا دلوقتي ليها اسم تاني، سوري، كروب توب. انا راجل فلاح قديم من ايام ما كان اسمه بادي ستومك. المهم فبقول لها بنتي ايه اللي انت عاملاه ده؟ يعني انت ازاي منزله يا بابا صوره كده بالمنظر ده؟ وابوها كان قاعد جنبها يعني. فقالت لي يا انكل انا كل صحباتي بيلبسوا كده. دي حاجه اسمها بالانجليزي حاجه اسمها بير بريشر او ضغط الاقران. البنت لما تلاقي كل صحباتها بينزلوا صور وبطنها عريانه والكلام الاهبل ده كله، هتقول لك اشمعنى انا؟ يعني السوشيال ميديا بتسهل الحرام، بتساعد على انتشار ثقافه العري، وهي دي المشكله اللي موجوده دلوقتي. لا الجميل بقى في الموضوع بقى في القصه دي ان انا زميلي قام ردد عليا قال لي انت عارف ان واحده صاحبتها كانت عامله حاجه اسمها، دي كانت اول مره اسمع الكلمه دي، اسمها بيلي رينج.
ايه يا ابني البيلي رينج ده يا حبيبي؟ قال لك حاجه زي الحلق بتاع الودان بس اللي بيتحط في السره. قلت له فانت عايز بنتك تحط حلق في سرتها؟ طب تشغلها يا ابني ستريبر يا ابني ولا رقاصه يا ابني؟ ايه ده؟ قال لك يا ابني البنت صغيره. قلت له لا مش صغيره، 13 سنه دي مش صغيره. يعني انت لازم تبدا تتدخل كاب وتبقى لا تقول لها غلط. هو مش معنى ان كل الناس عامله الكلام ده ان الكلام ده يبقى صح. كنت مسافر من كام اسبوع كده اروح البحر كده وقلت اشوف البحر كده، انزل ابلبط وبتاع ومش عارف ايه. فوجئت بحاجه غريبه جدا، تقريبا انا الفلاح الوحيد اللي على الشاطئ اللي مش عامل تاتو. فلاح قوي، فلاح جدا يعني، حاجه مش طبيعيه يعني والله العظيم. وحاجه تانية بقى، يعني انا قاعد بقى بص بتفرج يمين وشمال، يعني مايوهات البيكيني بقت خلاص يعني، ده احنا ولا اوروبا خلاص يعني، بقت حاجه صعبه قوي. هو مش معنى ان الكل عامل كده ان ده خلاص ده يبقى ده العادي، لا. والغريب بقى في الموضوع ايه، ان المكان اللي انا كنت فيه ده كان في كام بنت محجبه انا شايفهم قاعدين مكسوفين. لا تكسفي ليه يا بنتي؟ يعني تكسفي ليه؟ انا مش فاهم. يعني هو دلوقتي بقى يعني ما اعرفش والله، يعني هو دلوقتي بقى خلاص يعني الموضوع وصل بالطريقه دي. وبرضه من اضرار السوشيال ميديا اللي انا شايفها برضه الجروبات بتاعت الهبد. يعني جروبات، يعني في مثلا جروب انا يعني موجود عليه على فكره اسمه Confessions of Married Women. انا موجود على Confessions of Married Men بتاعت الرجاله و Confessions of Married Women. يعني انا هنا اشوف هنا بيعملوا ايه وهنا بيعملوا ايه يعني. فكونفيشنز اوف ماريد وومن بتلاقي مثلا واحده ست تيجي تدخل تقول مشكلتها، تقول لك ايه، انا مخنوقه من جوزي وجوزي مش رومانسي ومش عارف ايه. قولوا لي يا بنات اعمل ايه. كومنتات البنات خراب بمعنى الكلمه، خراب حقيقي يعني. اتطلقي منه فورا وعيش يا بنتي حياتك. طب البنت اللي كتبت الكومنت ده ما ممكن تكون انسانه فاشله في حياتها وانسانه بايظه جدا في حياتها وانسانه مش ناجحه اساسا. طب انت بتدي نصيحه بتخربي بيها بيت بكل سهوله كده على السوشيال ميديا؟ نفس الكلام عند الرجاله الناحيه التانية. يعني احنا برضه عندنا نفس الجروب الناحيه التانية، واحد يقول لك انا حاسس ان انا مقصر في العلاقه الزوجيه ومش عارف ايه وبتاع، واحد يقول له ايه، خد بقى الوصفه الفلانيه مع الدواء الفلاني وهتلاقي نفسك شغال حتى مطلع الفجر. طبعا وصفات تودي في داهيه، وصفات لو خد دوايين مع بعض ممكن يبقى لهم حاجه اسمها دراج انتراكشن تموته. يعني اللي هو كارثه، تاخد قرص كذا مع قرص كذا وهتبقى عنتيل اللي ما حصلش يعني. طبعا كل ورا الشمس يا ريس، وصفات طبيه غلط، وصفات مش عارف ايه غلط، وتلاقي الراجل بقى راح في 60 داهيه بعد كده. ما هو ده اللي بيعمله السوشيال ميديا، الهبد. ومش الهبد بس في مجال العلاقات. يعني مثلا في جروب مثلا من الجروبات انا مشترك فيه بتاع العربيه مثلا، واحد قال له اصلا انا عندي علبه البيئه بتاعت العربيه مش عارف ايه. واحد قال له لا 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 على ضمانتي شيلها فورا. يا عم ما هي لو هي ما كانش ليها لازمه ما كانتش الشركه حطتها في العربيه. واحد تاني قال له لا ده اصل هي في كذا ولازم تلغي. انت بتبوظ العربيه. فكل واحد بيهبد، كل واحد بيقول اي حاجه بعلم بدون علم، بيقول اللي هو عايزه خلاص يعني. انما السوشيال ميديا انا شايف ان عيوبها اكتر بكتير جدا من المزايا بتاعتها. طيب تعالوا نتكلم على اضرار السوشيال ميديا على الوطن نفسه. يعني انا مش عايز اقول لكم بقى، يعني هنشوف احنا هنخرج بقى من اطار العلاقه بين الزوج والزوجه او الحبيب والحبيبه وده غلط طبعا، او الراجل وخطيبته، لا نتنقل على مستوى الوطن نفسه او مستوى البلد. السوشيال ميديا انا شايف ان هي وسيله من وسائل الخراب. يعني مثلا الربيع العربي او وهم الربيع العربي او الخراب العربي اللي حصل ده، طب كان ايه الاداه اللي استخدمها الغرب عشان يهدوا الوطن العربي عندنا كلنا؟ ايه؟ السوشيال ميديا. المظاهرات كانت بتتحرك بالسوشيال ميديا، الفيديوهات المتفبركه، الصور المتفبركه، الكلام ده كله ما هي السوشيال ميديا هي اللي عاملاه. وخد بالك الغرب هو بيسمح لده طول ما هو في مصلحته هو، انما اللي في مصلحتك انت ما بيسمحش بيه اساسا. يعني الحرب يا عيني بتاعت جيراننا، وربنا يا رب ينصرهم كلهم وعلى اعدائهم يا رب، هل اي حد مننا يقدر ينزل اي فيديو او اي كومنت؟ انا نزلت لغايه دلوقتي اكتر من 6 أو 7 فيديوهات ورا بعض، ال6 اتشالوا والاكونت من اكونتات عندي اتحذفت بسبب الموضوع ده. في حين انك لو نزلت حاجه بتشتم فيها جيرانك، لا يسيبها لك عادي جدا. تشتم فيها واحد عربي زيك يسيبها لك عادي جدا. طيب السوشيال ميديا انا شايف ان هي بقت وسيله من وسائل الحشد ضد بعض. يعني ليه هنتكلم بعيد ليه؟ الاهلي والزمالك عندنا هنا في مصر مثلا، الاهلي والزمالك يوم الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك انا بلاقي كميه شتيمه من الطرفين رهيبه. لا شتايم بقى بالاب والام، يا ابن كذا ويا ابن كذا وده انت كذا، ده انت فريقك كذا، ويلعن ليه يا ابني؟
الفريق ده ولا الفريق ده، الاتنين كل لعيب من دول بياخد ملايين ومئات الالوف من الدولارات، وانت يا حبيبي انت حارق دمك على فريق ليه؟ ما احنا كده كده عارفين الكوره في الوطن العربي عامله ازاي، ولا حاجه. يعني انت بتتحمق لفريق ملوش اي ثلاثه لازمه، بتتحمق للعيب كوره هو كده كده سواء كسب او خسران هو كده كده معاه ملايين. انت ممكن تخسر زميلك ولا تخسر صاحبك ولا صديقك ولا حد من عيلتك عشان ماتش كوره. انا بطلت اتفرج على كوره خالص والله، انا ماليش فيها خالص يعني، عمري ما حبيتها في اي يوم من الايام اساسا يعني. طيب السوشيال ميديا برضو بتحبذ الخلافات، يعني بمعنى مثلا اي كونفليكت او اي صراع ما بين اي دوله والتانيه في ثانيه تلاقي السوشيال ميديا اشتغلت. خناقه ما بين اي اتنين مواطنين باي جنسيه تلاقي البلد دي والبلد دي حرب بين الطرفين، حرب والله. ده يشتم ده. على فكره انا بشوف الكلام ده عندي في الكومنتات، يعني انا مثلا بتلاقي حد مثلا كتب كومنت بطريقه معينه، تلاقي التاني داخل يشتمه، تلاقي التالت داخل يشتمه، بقى جنرالات كيبورد. يعني انا بسمي الناس دي جنرالات الكيبورد. السوشيال ميديا بقت تخرج أسوأ ما في الناس من ناحيه التنمر. مثلا من كام يوم كده كنت بتفرج على التيك توك كده على ولد الحنجره بتاعته ما شاء الله مرنه جدا، يعني كان بيقرا قران بكذا صوت، يعني مثلا بصوت السديس او بصوت المنشاوي او بصوت ماهر المعقلي، شيوخ يعني مع احترام الالقاب يعني. ففوجئت الناس داخله بتشتمه برضه، يعني الراجل بيقرا قران وانت بداخل بتشتمه، انت بتحاول تقلدهم. يا اخي لازم يبقى لك هويه لوحدك، انت الطريقه اللي بتقراها دي حرام، انت الطريقه اللي ما ينفعش تتغنى بالقران، كلام بقى. وتلاقي بقى ايه، شتايم وقله ادب. يا جماعه الراجل بيقرا قران، يعني انت هتعلي عليه في ايه؟ برضو التنمر الالكتروني انا شايف ان ده بقى حاجه بزياده قوي بقى بصراحه. يعني هو بصراحه ما اضحكش عليكم، انا برضو من الناس المتنمرين يعني انا برضو المحتوى بتاعي فيه سن التنمر كده يعني. بس انا التنمر بتاعي هو مش تنمر، هو طريقه هادفه عشان انا اللي عامله بس مش اكتر يعني. وطبعا من ضمن الهبل اللي موجود برضو مع السوشيال ميديا حاجه اسمها ديتنج ابس او برامج المواعده، او اللي انا بحب اسميه اسمه برامج الشقط. بيبقى عباره عن ابلكيشن، وفي كذا ابلكيشن في الوطن العربي عندنا مشهورين قوي. في برنامج اسمه تندر، وواحد تاني اسمه بامبل تقريبا. المهم الابلكيشنز دي بكل بساطه انت كراجل بتفتح كده البرنامج، بتلاقي صوره بنت وهي كاتبه تحتها مثلا ايه، سطرين ثلاثه يعني. طبعا البنات انت بتفضل تقلب في صوره البنت، والله البنت لو عجبتك والله البنت دي مزه نقوم جايبينها يمين، لا البنت دي والله خايسه نقوم جايبينها شمال، الله البنت دي قلعه والرئه بتاعتها كلها في الشارع، حلو الكلام ده، الله البنت دي امبولتها كبيره نقوم جايبينها يمين، لا البنت دي محجبه لا نجيبها شمال، البنت دي حاطه صوره اليسا نجيبها شمال. البنات نفس الكلام، والله الولد ده قالع هاتوا، الولد ده عنده 6 باكس هاتوا، ممكن يبقى ولد مثلا مش هو ده اللي موجود في الصوره بس يلا. الولد ده راكب عربيه مرسيدس ومعاه فلوس كتير يلا. الولد ده متصور في اوروبا يلا بينا. الديتنج ابس او تطبيقات المواعده دي عباره عن سوق للجواري والعبيد زي بتاع زمان بالظبط، هو بس بشكل مودرن ومتحضر. ايه اللي يفرق ده عن بتاع زمان؟ كان بقى سوق الجواري والعبيد بقى امرؤ القيس والناس الجميله بتاعت زمان دي، تبقى ماشي في السوق كده تلاقي والله العبده دي جميله تعالي يا بت، والله العبده دي جسمها حلو تعالي يا بنتي. ايه الفرق؟ ايه الرخص اللي احنا بقينا فيه ده؟ والبنات بقى كلها بتطالب بحريه المراه وبتاع. انا شايف ان تطبيقات المواعده دي ارخص حاجه الستات بتعملها والله العظيم. طبعا كل الكلام ده بيتحط تحت دعوه ايه؟ اصل الحياه السريعه دلوقتي ما بقاش فيها طريقه الرجاله او الستات يتعرفوا على بعض، فمن خلال الابلكيشنز دي بنعرف نتعرف. انا نزلت الابلكيشن ده فتره، يا سلام يا سلام، حاطط صور مش صوري، حاطط اكونت اسمي مش اسمي، وبدخل بقى اعيش زي ما انا عايز. قلت اجرب الابلكيشنز دي اللي عمال اسمع عنها، رخص ما فيش بعديه رخص. لا والغريب بقى في الموضوع بقى ايه، ان البنات بتقول البيانات بتاعتهم بكل سهوله، اسمها وشغاله فين ولا بتدرس فين ولا بتعمل ايه ولا الكلام ده كله. ازاي يا بنتي ازاي تعملي الكلام ده؟ ازاي تتكلمي مع بني ادم انت مش عارفاه؟ وخدي بالك ان السوشيال ميديا كل بني ادم نفسه يكون حاجه بيكون هو. يعني انا هقول لها انا CEO بتاع شركه مايكروسوفت، انا المدير التنفيذي لشركه IBM، انا راجل مالتي ملياردير، وكل ده هاتش، كل ده اي كلام. وغير كده انت ازاي تقبلي ان بني ادم يختارك بناء على صورك؟ وانا هختارك ايه وانا لما هقلب في الصور الله البنت دي شخصيتها حلوه ومن الواضح انها ناضجه ومحترمه، نختار البنت دي. يا ماما ده رخص يا ماما، انت كده بترخصي نفسك، وانت يا حبيبي برضه بترخص نفسك. يعني انك تشقط واحده بالطريقه دي، يا عم انزل يا عم، شوف انا هوصل معاك لايه، يا عم انزل اتعرف عليهم بالطريقه القديمه يا عم.
يعني حتى كمان المعاكسه وقله الادب بتاعت زمان كانت محترمه شويه عن الابلكيشنز الغريبه اللي موجوده دلوقتي دي. مش تشجيع طبعا للمعاكسه وقله الادب والتحرش والجو الضيق ده، بس الفكره كلها ليه انا راجل متجوز ومنزل ابلكيشن وبتكلم مع 4 5 6 كده واتخانقت مع مراتي، اول حاجه هعملها ايه؟ هدخل اتكلم مع البنات دي. انت يا ستي نفترض ان انت منزله البرنامج ده عايزه بتدور على عريس، عندك 4 عامله ماتش مع 4 بتتكلمي مع 4 في نفس الوقت، انت هتصفي ما بينهم ايه؟ هتعملي دوري بخروج المغلوب؟ هتعملي تصفيات كاس عالم؟ يعني والله الواد ده معاه فلوس بس جسمه حلو، والواد ده معاه مش عارف ايه بس عايش بره، والواد ده عينيه حلوه، والواد ده بيقول لي كلام بيدوخني. ما هو ده يا بنتي ده بيسهل الخيانه، ما هو ده بيسهل الفاحشه والفساد اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. على ايامنا عشان تتعرف على بنت كنت تاخد العربيه وتفضل تلف رايح جاي بقى واماكن معينه، عباس العقاد، جامعه الدول، مش عارف ايه الكلام ده كله، وتفضل تلف 3-4 ايام. دلوقتي انت تبقى قاعد في بيتك، مراتك جنبك وبتشقط واحده وانت قاعد بالموبايل الابليكيشن. يبقى ده في تنميه المجتمع؟ ده في مصلحه المراه؟ بالعكس ده بيهين المراه وبيحتقرها. هل ده بيسهل الدعاره؟ بيسهل الدعاره. طيب بلاش يا سيدي، انت محترمه وهو محترم، اتعرفتوا على بعض واتجوزتوا خلفتوا، ابنك جاب يقول لك بعد 3-4 سنين بابا اتعرفت على ماما منين؟ هتقول له ايه؟ شقطتها من على تندر؟ شقطتها من السوشيال ميديا؟ شقطتها من الانستجرام؟ هتقول له ايه؟ بجد والله على فكره يا جماعه أنا رجعي متخلف، بس انا شايف ان الحاجات دي من ساعه ما بقت موجوده بقت الخيانات في السماء، بقت نسب الطلاق في السماء، بقت نسب العنوسه في السماء بقى. طب وانا اتجوز ليه البنت المحترمه الجميله دي في حين ان انا عندي 1000 واحده بتكلم معاها ومش عايزين مني اي حاجه، مجرد انهم بس اخرجهم وافسحهم ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله؟ ما هو ده بيبوظ الدنيا كلها يا جماعه. ما هو المجتمع اللي حاله مقلوب ده ما هو بسبب الابلكيشنز دي. على فكره انا راجل فرفوش وبضحك وبتاع ومش بتكلم خالص من يعني البعد الديني، بس البعد الديني لا يختلف مع عرف. يعني اهالينا الله اكبر ربنا يا رب يحفظهم كلهم متجوزين بقى لهم 45 و50 و60 سنه، كلهم متجوزين ولا كان عندهم سوشيال ميديا ولا بتاع. يعني عمرك شفت مامتك جت في يوم قالت اصل ده البيستي بتاعي، ده كان البيست فريند؟ عمرك شفت ابوك ماشي مع واحده يقول لك اصل دي كانت صاحبتي من ايام النادي؟ ما كانش في الكلام ده، ما كانش الكلام ده خالص، وكانت الحياه ماشيه جميله. انما دلوقتي طيب يا ستي مش مصدقاني؟ ها طب البيست فريند والصديق الطفوله واللي عامل زي اختك ده ومش عارف ايه والكلام ده كله، جربي كده ابعتي لاي حد منهم قولي له انا متخانقه مع جوزي ونفسي ابات في حضنك عشان انت اللي بتحتويني، شوفي هيبقى رد فعله ايه. هيجي لك زي الكلب. نفس الكلام بالنسبه للعكس، بالنسبه لك انت كمان يا حبيبي. يعني البنت حبيبتك او صديقه الطفوله ما مش هتبقى مبسوطه، مش هتبقى مبسوطه ان انت سعيد مع مراتك وعيالك، وبالذات لو هي مش متجوزه او هي مش سعيده في حياتها او متجوزه جوازه تعيسه فيها، وهتحاول تخرب حياتك باي شكل من الاشكال. طب ليه تخرب حياتك وتخسر بنت ناس وتخسر ولادك وحياتك كلها عشان واحده ما تستاهلش؟ جربوعه يعني. فكره انك تبقى متحضر ومودرن وبتاع دي لا تتعارض تماما انك تبقى محترم، لا تتعارض تماما انك ما تخرجش عن القيم والاخلاق والاعراف المجتمعيه القديمه. كنت بتفرج على احدى البرامج الوثائقيه من كام يوم كده، فكانوا بيقولوا ان السوشيال ميديا وابلكيشنز بتاعت الديتنج ابس عملت نوع من انواع الثقافه اسمها هوك اب كلتشر. هوك اب كلتشر دي الترجمه الحرفيه بتاعتها مش موجوده عندنا قوي، بس فيما معناه اللي هو انتش واجري نام واخلع. بيبرر الكلام ده، لك اصل الستات دلوقتي بقت الحياه بتاعتهم صعبه جدا وبقوا شغالين طول النهار، والرجاله نفس الكلام، فما عندهمش وقت يكونوا اسره. انت كده بتدمر اسره. طب اي مجتمع في الدنيا هو قائم على ايه؟ ما هو قائم على الاسره. عماد اي مجتمع هو الاسره يا جماعه. والله العظيم السوشيال ميديا والابلكيشنز بتاعت التعارف دي هي وسائل تدمير المجتمع. الانحلال الاخلاقي اللي موجود بره دلوقتي بقى مرعب. على فكره في حاجه برضو تانية بالنسبه لموضوع الابلكيشنز بتاعت الديتنج دي، في اوبشن في الابلكيشنز دي. فكره ايه بقى؟ بيسهلوا مش عارف اقولها ايه، يعني انا عايز اقولها بطريقه ما تتقفلش. يعني لو انتوا ولدين ومعاكوا بنتين وعايزين تعملوا حفله تقدروا تعملوها. لو انتوا 2 متجوزين عايزين تتعرفوا على 2 متجوزين وتعملوا تبادل برضو موجودة. هل ده
بيحافظ على المجتمع ولا ده دعوه للانحلال والفساد الاخلاقي؟ يا جماعه ردوا عليا. انا راجل متخلف جاي من ورا جاموس، انا راجل متخلف رجعي قديم دقه قديمه، وانتوا الناس المتحضره هل انتوا شايفين ان ده هو ده التحضر؟ طيب عندي في الجامعه في طلبه، دول بقى انا بسميهم بقى خايبين بقى، دول الطلبه الخايبين الضايعين يعني. واحد بقول له مثلا انت واد مالك بتتكلم مع مين؟ ماسك الموبايل عمال يتكلم طول النهار كده وبتاع. قال لي اصل انا بتحب مين يا حبيبي؟ مين فين البيت معاك في الكليه ولا في كليه تانية ولا فين يعني؟ قال لي لا اصل انا بحب سوشيال. قلت له ايه الحب السوشيال ده؟ ايه ده متخلف؟ ايه الحب يعني ايه حب سوشيال؟ قال لي لا بحب واحده على السوشيال ميديا بس هي مخلصه لي جدا. يعني ايه هي معاك في البلد؟ قال لي لا دي في دوله كذا. ايه ده؟ يعني انت بتحب واحده في دوله تانية؟ طب يا ابني اتقابلتوا؟ لا. طب شفتها؟ قال لي بعتت لي صورها وانا بعت لها صوري. يا ابني انت متاكد ان هي دي بنت؟ ما هي ممكن يا ابني تطلع راجل في الناحيه التانية، واحد بيضحك عليك، ولا واحده بتضحك عليك، ولا يا سيدي نفترض يا سيدي ان هي على اسوأ ظروف، ماشي؟ ايش ضمنك ان انتوا لو قعدتوا مع بعض هتستحملوا بعض؟ اصل خد بالك يا ابني، كل واحد على السوشيال ميديا ممكن يكون اللي هو عايزه. عايز تبقى مليونير هتبقى على السوشيال ميديا مليونير، عايز تبقى بني ادم غضنفر وشجاع وانت اساسا في الحقيقه بني ادم فار وجبان ورعديد هتبقى كده برضو يعني. عايز تبقى بني ادم قليل الادب وعامل لي فيها صايع وبتاع، ما انت ممكن تبقى برضه على السوشيال ميديا كده. ممكن تبقى بتاع بنات وانت اساسا ما فيش كلبه معبراك، عادي جدا. نفس الكلام برضو بالنسبه للبنات، تبقي ما تتقلعيش من الرجل ومحسسان ان انت البرنسيسه قوت القلوب. ما هو كل الكلام ده ممكن يبقى على السوشيال ميديا، انما في الحقيقه لا، حاجه تانية خالص. يا جماعه مفيش احسن ولا افضل غير الطرق القديمه. يا ابني عايز تتنقل تتجوز، قول لامك او قول لاختك يا ماما انا عايز اتجوز. هيقولوا لي بقى راجع متخلف. راجع متخلف، ماشي. الثقافه بتاعت زمان دي هي مفيش احسن من كده. مامتك لما هتيجي تختار لك هتختار لك البيت المحترم، هتختار لك بنت الناس اللي هتصونك وتفتح بيت. خد بالك يا ابني من وسائل التواصل الزفت الاجتماعي يا حبيبي، وخليك راجل. جيل موكوس والله، جيل موكوس واكسى ما يعلم بها الا ربنا.